السلام عليكم. طيب الفيديو ده احنا هنتكلم فيه عن فكرة الايديت، وهي الايديت بالذات في افكار جديدة مختلفة شوية، مش ككود حتى، لكن في افكار مختلفة شوية. الفكرة بتمشي كالتالي في فكرة الايديت. لو رحنا هنا، اللي انا عايز اعمله ان انا لما اضيف تعديل، لما ادوس على تعديل، عايز اخد العنوان ده واحطه هنا، وعايز اخد الوصف ده واحطه هنا، وعايز اخد السورس بتاع الصورة احطه هنا. دي متفقين عليها، مفيش مشكلة. الخطوة التانية ان انا عايز المرة دي لما ادوس حفظ مش يضيف لي كارت جديد، لا، عايز اعرفه ان في كارت هنا بيحصل تعديل عليه، فيروح عامل لي تعديل عليه، يروح يجيب لي الكارت ده نفسه ويعدل البيانات اللي فيه. هناخد الموضوع كتو ستيبس، مش هنعملها مره واحده، علشان ايه ما نقعش في ورطه يعني. ناخد الموضوع بشكل بسيط. خلينا نعمل الفكره الاولى، ان انا عايز خلونا نرجع الكلام ده كله. ان احنا لما ندوس على التعديل، الحته اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، دوسنا على التعديل، ناخد البيانات دي، نحط التايتل هنا، الوصف يجي هنا، ورابط الصوره يجي هنا، كل واحد في مكانه. يلا نمشي عليها واحده واحده. المره دي وبرضو عندنا فكره الفانكشن بنفس الفكره، بنفس الاخطاء اللي حصلت، علشان نتجنبها هنشتغل بشكل مظبوط. هقول له فانكشن، ممكن اسميها، انا بسميها زي ما انا عايز يعني، بس انا عايز مسمى اكون فاهمه. هقول له ريندر edit buttons، شغل البوتونز بتاعت الايديت. والمره دي هروح اجيب هقول له هنا edit buttons، اللي هو البوتون ده، الايديت ده، الكلاس بتاع الايديت، علشان اجيب بيه الزراير دي. هقول له هنا let edit buttons، وهقول له بيساوي document dot get element dot query selector all معذرة، وهنروح جايبين الايديت دي. كده احنا جبنا الزراير دي. الايفنت اللي انا عايز اشتغل بيه على الزراير دي هي برضو الكليك. هقول له كلهم، كل الاليمنتس دي element، ممكن هنا اشتغل عليها كايرو فانكشن، مفيش مشكله، مش هحتاج هنا كلمه فانكشن. هقول له الاليمنت، نعملها هنا ايرو فانكشن. هقول له هنا الاليمنت، الاليمنت ده هيعمل ايه لما ندوس عليه؟ دوت اد ايفنت ليزنر، لان انا كده جبت كل البوتونز وعايز اضيف عليهم كلهم الايفنت ده. لما ندوس عليه اعمل لي الفانكشن دي. ايه اللي احنا هنعمله لما يتداس عليه؟ انا عايز اجيب التايتل اللي قريب منه، وعايز اجيب الصوره اللي قريبه منه، وعايز اجيب الباراجراف اللي قريب منه. يبقى كده هنيجي نعرف الثلاثه فاريبلز دول. بقول له لما ندوس عليك عايز اجيب الثلاثه دول، هقول له let، هقول له هات لي الكارد. هقول له هنا element 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 دوت closest، وهجيب الكارد. كده احنا قطعنا نص الطريق. اللي انا عملته بسطر الكود ده، انا هنا قلت له لما ادوس عليك، مش احنا هنا في الدينيت قلنا له لما ادوس عليك هات لي الكلوزست كارت وامسحه؟ لا، انا هنا جبته بس. بعد ما جبته، احنا هنا لما بنيجي نقول له دوكيومنت كويري سيلكتور اول، فانا ببحث في كل الدوكيومنت، لكن المره دي انا هبحث في الاليمنت بتاعي بس، اللي هو الكارت. فهاجي من الكارت ده اقول له هات التايتل اللي جواك، وهات الباراجراف اللي جواك، وهات الايمج اللي جواك. خلونا الاول نمسك الكارت ده ونمشي واحده واحده. كونسول نطلق للكارت، هعمل هنا انسبكت بالشكل ده، اعمل تعديل. تعديل هنا، هو انا ما شغلتهاش معذره، لازم اجي هنا اشغلها، انده عليها، اعمل تعديل بالشكل ده. قال لي نل. ليه قال لي نل؟ هنا بقول له element dot closest card، احنا مسمينه، مش مسمينه كارد، انا معلق معايا كارد، ان انا فكره الكارد موجوده في البوت ستراب اللي هتعلموها ان شاء الله، لكن هنا هي بوست مش كارد، الكلاس كان غلط. هعمل هنا تعديل، جاب لي الاليمنت بشكل كويس. المره دي لما اقول له كارد دوت كويري سيلكتور، او هات لي اليمنت معين، فهو خلاص يعني هنا كويري سيلكتور هيجيب لي الاليمنت على طول، مش هيجيبه لي كاري حتى. وهقول له بس هنا في الكويري سيلكتور هقول له مثلا هات لي التايتل، عايزين التايتل ده دوت تايتل. خلونا نشوف هيجيب ايه. هدوس تعديل، المره دي جاب لي التايتل بشكل كويس، لان المره دي انا بدور جوه البوست ده، ما بدورش جوه الدوكيومنت، لان في فرق الدوكيومنت كل الدوكيومنت، لكن المره دي بدور جوه البوست ده. اللي انا هعمله ان انا هطبق الكلام ده. هقول له let تايتل، هحفظهم، هقول له كارد تايتل علشان اميز، لان احنا هيكون عندنا تايتل تاني، تايتل، وكده جبت التايتل. اكرر الكلام ده 3 مرات. عايزين الصوره، اقول له هات لي الصوره، وعايزين كمان الديسكريبشن، هقول له هات لي الديسكريبشن. وهنا كارد ايمج وكارد تايتل.
description معذرة description. كده احنا جبنا الثلاث حاجات بتوعي نشوفهم في الكونسول: كارد تايتل وكارد ايمج وكارد ديسكريبشن بالشكل ده. لما ادوس هنا تعديل اداني الاليمنت اللي هو التايتل واداني الايمج واداني الديسكريبشن. اخر حاجه صغيره بس قبل ما اطلع من الدرس ده، انا مش محتاج الكلام ده اصلا، مش ده الكلام اللي انا محتاجه. انا زي ما قلت لكم احنا عايزين ناخد القيم نحطها هنا، فانا مش محتاج الاليمنت، انا محتاج هنا في الكارد مثلا محتاج التكست كونتنت بتاعه دوت تكست كونتنت، في الايمج محتاج السورس، محتاج الاتريبيوت بتاع السورس، في الديسكريبشن محتاج هو كمان التكست كونتنت. نعمل هنا تعديل، جاب لي هنا في التايتل، جاب لي التايتل الصوره وجاب لي الوصف. هنا فكره السبيس اللي هو جايبها دي ممكن يبقى نتعامل معاها في الفيديو الجاي، بس يا رب الفكره تكون واضحه كده. احنا مسكنا الفاليوز بتاعتي، عايز بقى ان انا احطها هنا، ده اللي هنعمله في الفيديو الجاي ان شاء الله.